اللي في الصورة ده سليمان عبد الرحمن سليمان، سفاح التمانينات، قاتل متسلسل زي الكتاب ما بيقول. والقتل عنده كان هو الهدف، ما عندوش اي اهداف تانية. بيحب القتل فعلا، وكان عبارة عن مجموعة من العقد النفسية والميول الاجرامية. وده اللي خلى سليمان واحد من اخطر القتلة اللي عدوا على تاريخ مصر. بس الغريب بقى ان عدد قليل قوي هم اللي سمعوا عن سليمان ده، لدرجة ان من خطورته رجال الامن قعدوا سنة ونص يحاولوا يعرفوا هو مين بالظبط، ومين الشخص اللي عمال يرتكب كل الجرائم دي. وفي الاخر اتكشف بعد ما غلط غلطة صغيرة، بس ده بعد ما كان قتل 29 بني ادم. سفاح المطرية مع حكاية بلبل 1985، وتحديدا في شهر مارس. الحكاية بتبدأ من بلاغ من الاهالي في منطقة المرج بعد ما لقوا جثة عايمة على وشها في ترعة التوفيقية. يوصل رجال الامن على عنوان البلاغ، ومعاهم فريق من رجال البحث الجنائي والطب الشرعي، ويلاحظوا ان الضحية هو شاب في اوائل الثلاثينات. ايدين الاتنين مربوطة من ورا بجزء من فانيلا داخلية، وعلى رقبته باقي الفانيلا دي ملفوفة على شكل حبل. وده طبعا بهدف ان اللي عمل كده فيه كان عايز يموته مخنوق. واتضح بعد البحث الجنائي ان الشاب ده شاب جاي من المنيا، جاي القاهرة علشان يدور على شغل، وعامل ظروفه المادية متوسطة جدا. يعني عامل جاي من المنيا علشان يشتغل باليومية، ولكن في النهاية يتم خنقه وربطه ورميه في الترعة. والمهم بقى ان ما كانش فيه اي عمليات مقاومة تمت ما بين الشاب ده وما بين القاتل. وده كان باين جدا من مسرح الجريمة، لان كان باين جدا ان الموضوع حصل بكل هدوء. وبعد التحريات اكتشف رجال الامن ان الراجل ده ان كل اللي اتسرق منه ساعة ايد بسيطة جدا، ومبلغ مادي كان قليل جدا جدا. وهنا الموضوع كان غريب جدا بالنسبة لرجال الأمن. ايه اللي يخلي شخص يطمع في حد باين جدا من شكله ان هو متواضع جدا وبسيط جدا، وفي نفس الوقت ايه علاقة الشخص ده بالقاتل؟ لكن رجحوا ان ممكن تكون عملية القتل دي مجرد طار، لان الشاب ده كان جاي من الصعيد، وفي الفترة دي كان قضايا الطار منتشرة جدا في الوقت ده. بس الأغرب بقى إن بعد أسبوع واحد بس يجي بلاغ برضه من المرج من صاحب أرض زراعية، بيقول إنه هو نازل يشوف القمح بتاعه في الأرض، لقى واحد مقتول ومرمي في وسط الزرع. فيتحرك رجال الأمن بسرعة على عنوان البلاغ، فيتصدموا رجال الأمن من المنظر اللي شافوه. يلاقوا شاب في أوائل العشرينات بيكتشفوا من لبسه إن هو كان عسكري في الجيش. إيديه الاتنين مربوطة من ورا ومرمي على وشه في الزرع، ورقبته برضه ملفوفة بكوفية وكانت مربوطة جامد جدا. يعني برضه اللي قتله كان لغرضه الخنق او الشنق، وباين برضه ان هو مخنوق ومفيش اي علامات للمقاومه. وبين التحريات يعرفوا ان الشاب ده عسكري صغير في معسكر في العباسيه، وكان رايح يزور اخوه قبل ما يرجع المعسكر بتاعه تاني. يعني من الاخر شاب برضه بسيط، ومفيش بينه وبين اي حد خلافات او حد ممكن يطمع فيه علشان يسرقه، لا وكمان يقتله بالطريقه البشعه دي، يكتف ايده ويخنقه ويرميه في الزرع. وبعدها يعدي كام اسبوع ويوصل لرجال الامن البلاغ التالت، جثة موجودة بس المرة دي في منطقة السلام، مقتولة برضه بنفس الطريقة ومرمية على وشها. بس الغريب المرة دي إن الجثة كانت بدون ملابس في الجزء السفلي، بس الطب الشرعي أكد إن مفيش أي اعتداء تم على الجثة دي. ويعدي وقت بسيط ويوصل لرجال الأمن البلاغ الرابع، بس المرة دي كان البلاغ مختلف شوية. البلاغ برضه كان في منطقة المرج، بس الراجل كان سنه كبير، كان حوالي 60 سنة. والتاني مرة برضه النص التحتاني كان بدون ملابس، وكانت برضه الجثة مرمية على وشها لكن في وضع غريب شوية، كأن الراجل كان في وضع السجود. وبرضه ما كانش فيه أي آثار للاعتداء على الجثة دي، لحد ما يوصل عدد البلاغات في آخر السنة ل9 بلاغات قتل بنفس الطريقة وبنفس الشكل. لما تدرس الحاجات اللي حصلت تكتشف كام نقطة مهمين جدا. إن القتل تم عن طريق الخنق، يا إما بكوفية أو بفانيلا، وأحيانا عن طريق منديل قماش، وكل الضحايا كانت إيديهم مربوطة من ورا. تاني حاجة إن معظم الضحايا كانوا من البسطاء جدا، يعني ما كانش عندهم حاجة تخلي حد يطمع فيهم علشان يقتلهم وياخدها منهم. كل المسروقات ما تتعداش ساعة ايد بسيطة جدا او مبلغ مالي ضعيف جدا جدا. وتالت حاجة ان معظم الضحايا تم نزع ملابس السفلية لهدف غريب ومش معلوم، رغم ان مفيش اي اعتداء تم على اي ضحية فيهم. رابع حاجة بقى واللي تعتبر غريبة جدا ان مفيش ولا واحد باين عليه اثار مقاومة في كل الضحايا دي، رغم ان معظمهم اصلا كانوا من الشباب وعندهم القدرة الجسمانية ان هم يدافعوا عن نفسهم. بس الغريب ان مفيش ولا واحد كان باين عليه اثار مقاومة. فايه السر ان مفيش ولا واحد كان باين عليه
آثار المقاومة. الغريب بقى إن مفيش علاقة ما بين ولا واحد من الضحايا دول، والغريب بقى إن مفيش علاقة ما بين الضحايا والأماكن اللي لقوهم فيها، وده معناه إن غالبا القاتل استدرجهم في الأماكن دي. وده وصلنا لسادس نقطة، إن كل الجرائم دي تمت في 3 مناطق بالتحديد وفي أماكن متفرقة فيهم، لكن اللي يميز المناطق دي إن كلها كانت بعيدة ومتطرفة ومعظمهم غير مأهولة بالسكان، وده معناه إن القاتل كان دارس الأماكن دي كويس وعارف هو بيعمل إيه بالظبط. والمرعب بقى إن ده كله معناه إن القاتل كان بيقتل لهدف القتل. الراجل ما كانش بيستفيد منهم أي حاجة، يعني لا عايز يسرق ولا عايز غرض معين من القتل، هو بيقتل لهدف القتل بس. كل العلامات اللي فاتت دي بتأكد ان اللي عمل كده هو شخص واحد بس. حرفيا كان في حالة من الرعب بين الاهالي في القاهرة في الوقت ده، وخصوصا من سكان ال3 مناطق دول، لانهم مش عارفين مين السفاح فيهم اللي بيعمل كده، ومش عارفين مين فيهم اللي عليه الدور المرة الجاية. تخيل ان انت لمدة سنة كاملة عارف ان في سفاح عايش حر وطليق وعمال يموت فيهم واحد ورا التاني، وبرضه مفيش اي دليل ممكن يساعد رجال الامن ان هم يمسكوا الشخص ده. وفعلا رجال الامن كانوا قدام كارثه، على الرغم من ان هم من اول بلاغ عملوا مجهودات جباره، ولكن برضه ما قدروش يمسكوا القاتل، لان عدى سنه كامله ومفيش طرف خيط صغير يقدر يعرف رجال الامن مين اللي عمل كده وغرضه ايه اصلا. تخيل ان سنه كامله بيحاولوا يجيبوا اي دليل عن مين هو السفاح ده، وبرضه مش عارفين يوصلوا لحاجه. رجال الامن عملوا اكمنه سريه على كل منافذ الطرق البعيده والمتطرفه، اكمنه سريه على كل مناطق السكه الحديد والمواقف، وبرضه مش عارفين يوصلوا لحاجه. والموضوع عمال يزيد والبلاغات بتوصل اكتر، وده يخلينا نتاكد ان احنا قدام قاتل محترف، والاهم ان هو كان في قمه الذكاء. لحد ما في يوم تحصل حاجه تغير تفاصيل الجريمه تماما. واحد من رجال الامن اللي كانوا منتشرين وقتها في الاماكن يلاحظ برضه جثه تانية مرميه على الارض بنفس الطريقه، راح جري عشان يشوفها، بس المره دي اخد باله من حاجه، ان الشخص ده كان لسه عايش، ودي حاجه مهمه جدا. فينقلوه رجال الامن بسرعه على المستشفى، بس ساعتها كان في غيبوبه كامله، وبعد يومين يبدا يفوق من الغيبوبه ويبدا يتكلم مع رجال الامن، ويقول ان في شخص في الثلاثينات من عمره شكله صعيدي قابله في ميدان الجيزه، كان لابس جلابيه صعيدي وعمه، وبشرته كان لونها اسمر، وشكل عينه مميز ومرعب جدا جدا. الشخص ده جاله وهو ماسك مسدس وقال له ان هو مخبر سري، وقال للشخص ده ان هو في حد معاه فيه بلاغ وان هو عليه قضيه، والاحسن ان هو يجي معاه من سكات بدل ما يبهدله وياخده معاه بالعافيه. وفعلا الضحيه خافت جدا ووافقت تروح معاه على اسم الشرطه، بس لاحظوا هما ماشيين ان هو اخده في مكان بعيد وفي منطقه ما فيهاش ناس تقريبا، فاستغرب جدا، بس كان كل اللي في دماغه ان هو ماشي مع مخبر سري، فكان ماشي وساكت. بس لما وصلوا منطقه مقطوعه فيها زراعه قال له الافضل ان انا هربط ايدك عشان يبان ان انت في حاله طاعه قدام الشرطه. والضحيه طبعا ما يبقاش قدامه اي حاجه غير ان هو يمدله ايده ويسيبه يربطها في حاله استسلام وبدون تفكير. والراجل ده اول ما ايده اتربطت لقى الراجل التاني بيلف وراه وبيخنقه من رقبته، وما حسش بحاجه غير ان هو في المستشفى وفاق من الغيبوبه. طبعا شهاده الراجل ده كانت اول خيط واهم شهاده هتفرق جدا مع رجال الامن، وجابوا رسام جنائي واستغلوا ان الضحيه كانت قادره تميز جدا شكل المجرم بالتفصيل، وتم رسم وشه بشكل قريب جدا من السفاح ده، واتعمل كمان كتيره جدا وتوزع عليهم رسمه السفاح ده اللي رسمها الرسام الجنائي. وبعد ما يمر 5 شهور كاملين نكون وصلنا لسنه 1986 في التحديد في اول يوم رمضان. رصد كمين من الاكمنه اللي كانت موجوده في المطريه خناقه ما بين راجل صعيدي وراجل امن قدام اتوبيس النقل العام. ساعتها اخدوا الاتنين على الاسم عشان يشوفوا ايه سبب الخناقه دي، وهنا يسمع رجال الامن اهم كلام كان نفسهم يسمعوه بقالهم سنه ونص. العسكري اللي كان في الخناقه بيوضح هو اتخانق ليه، فقال لرجال الامن ان الراجل الصعيدي ده قابله في الطريق وقال له ان هو مخبر وهياخده على الاسم، وهنا يعرف رجال الامن ان هم قبضوا على السفاح واللي كان اسمه سليمان عبد الرحمن سليمان. طبعا ساعتها رجال الامن واجهوه ان هو القاتل اللي مصر كلها بتدور عليه، الا انه انكر بمنتهى البجاحه وقال لهم ان لو في حد يعرف وشه يجي ويواجهه، لكن رجال الامن صدموه بالصوره اللي كانت مرسومه ليه وكانت فعلا شبهه جدا. والاهم بقى ان هم واجهوه بالضحيه اللي ربنا كتب له النجاه، وتاكد الضحيه ان هو ده المجرم اللي عمل فيه كده. وهنا سليمان اتصدم ان لسه في ضحيه من الضحايا بتوعه لسه عايش، وبكده يعرف سليمان ان هو خلاص اتكشف. فقال لرجال الامن بكل هدوء ان هو هيعترف بكل حاجه، بس عنده شرط واحد بس، ان هم يعاملوه من غير ضرب او اهانه، وكل طلبه يجيبوا له كوبايه شاي
وسجارة. كان رايق قوي وصاحب مزاج، ورجال الامن وقتها كانوا عارفين ان هما بيتعاملوا مع شخص ذكي جدا وضروري يسمعوه كويس، بس الاهم ما يصدقوش كل الكلام. بس قبل ما نعرف هو قتل كام شخص وقتلهم ليه وازاي، محتاجين نعرف قصة سليمان من البداية. سليمان عبد الرحمن سليمان شاب من ديروت من اسيوط. من صغره وهو ماشي في سكة إجرام، سرقة بالإكراه وقضايا نصب وتبديد، وانتهت بقصة خلته يدخل السجن كام سنة. اللي حصل إن سليمان كان شغال مع والده في أرض زراعية مملوكة لشخص غني كان شغال في بنك، وطبعا سليمان طمع في فلوس الراجل ده صاحب الأرض، فتهجم على بيته وعرف صاحب الأرض ده، فطرد سليمان هو أبوه من الأرض. ولما سليمان هو وأبوه اتطردوا من الأرض دي حس بالظلم الرهيب، فجاب سلاح وراح لصاحب الأرض دي وهدده ان هو هيقتله هو وعيلته كلها. فصاحب الارض ساعتها اتصل بالشرطة وقدم بلاغ ضد سليمان، وشهد معاه ساعتها كل الخدم والمزارعين اللي كانوا في المزرعة، اللي ساعتها كلهم كانوا حضروا الواقعة واكدوا تهديد سليمان للراجل ده. وهنا الوهم كان مسيطر على سليمان، وكان يكذب الكذبة ويصدقها، وبدأ يحس بالظلم والاضطهاد وان الناس كلها جاية عليه وبتكرهه. فيبدأ سليمان يقول لنفسه طبيعي ان الاغنياء يكرهوني، لكن ايه اللي يخلي ناس فقيرة زيي برضه يكرهوني؟ ومن هنا بدأ سليمان يحط الناس الفقيرة دي في دماغه، وده يفسر تحديدا ليه سليمان بدأ يقتل الناس الفقراء. المهم خلينا نكمل. سليمان دخل السجن أكتر من سنة في القضية دي، وهو عايش جواه فكرة إن هو مظلوم، وإن فترة السجن دي عدت عليه بصعوبة جدا. هي كانت سنة، بس كانت سنة صعبة جدا جدا. وعرف بعد كده رجال الأمن إن سليمان اتعرض للتحرش والاغتصاب جوه السجن من المساجين في السنة دي، وده خلى عنده عقدة من الموضوع ده، وده اللي بيفسر ليه سليمان كان بيخلي الضحايا بتوعه من غير لبس في الجزء السفلي. الغريب بقى ان رجال الامن لما سالوه هو ليه كان بيقلع الضحايا بتوعه الجزء السفلي من اللبس، ما كانش عنده اي رد ولا كان عنده اي مبرر للحاجه دي. علشان كده خلينا نتوقع ان ده بسبب العقده اللي حصلت عنده في السجن. المهم ان سليمان خرج من السجن في فبراير سنة 1985، وبعدها طلع على القاهرة عشان يبدأ هناك صفحة بيضة جديدة. بس الصفحة الجديدة دي عند سليمان كانت صفحة لونها أحمر ملاها بالدم من كل ضحية هو قتلها. خرج من السجن وهو عنده غضب وكره لكل الناس، واحساس الظلم ده عند سليمان اللي هو كان مصدقه كان مخليه عنده احساس بالظلم دايما، ومقتنع بكل خطوة هو كان بيعملها. ويعدي شهر واحد بس من خروج سليمان من السجن وانتقاله للقاهرة، ويقتل أول ضحية في مارس سنة 1985. وفضل سليمان مكمل في قضايا القتل دي. في البداية كان بيساعد واحد صاحبه لهدف ان هم يستدرجوا الناس ويسرقوهم، بس صاحبه انسحب على طول من اول عملية سرقة لما لقى ان اول ضحية فقيرة جدا ومش معاها فلوس اصلا، واكتشف وقتها ان سليمان اصلا هدفه القتل مش السرقة، وساعتها انسحب منه وخاف يكمل معاه. بس سليمان كمل بطريقته الخاصة. ولما رجال الامن سألوه هو ازاي كان بيختار ضحاياه، كان دايما بيختار الغلابة اللي بترعبهم كلمة مخبر. اول ما يسمع كلمة مخبر يخاف على طول، وعمرهم ما شافوا مسدس في حياته. على الرغم ان سليمان اصلا ما كانش متعلم، بس كان عنده ذكاء كبير جدا في الجرائم اللي كان بيعملها. والاهم ان هو كان حريص جدا ان هو ما يخليش حد من الضحايا يفضل عايش، علشان ما فيش حد من الضحايا يقول اي معلومات عنه لرجال الامن. الا انه غلط الغلطة الاخيرة ان هو ما اتاكدش بنفسه ان الضحية ماتت، وان الضحية دي هي اللي ادت كل مواصفاته لرجال الامن وعن طريقة استدراجه للضحايا بالطريقة دي. سليمان المحكمة أدانته بقتل 14 شخص، منهم 10 ضحايا رجال الأمن هم اللي اكتشفوا الجثث بتاعتهم، و4 ضحايا سليمان هو اللي قال إن هو اللي قتلهم. بس الحقيقة إن سليمان اعترف إن هو قتل 29 بني آدم، وده من خلال كلامه مع الصحافة من أسيوط وسوهاج والمنيا والقليوبية والقاهرة. وفي مارس سنة 1988 اتحكم على سليمان بالإعدام، واتحكم على صاحبه اللي ساعده في البداية لمدة 15 سنة. دي كانت قصة سفاح المرج اللي أرعب القاهرة أيام الثمانينات. سلام.